السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناه ايناس. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الطويجين ديال السلمون بسيط كيجي غزال شهوه منه. وقبل ما نبداو فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه ديالي وديروا لايك وخليوا لي تعليق محفز ونبداو على بركه الله. عندي سمك السلمون، الربيع قزبر ومعدنوس، الثومه محكوكه، الزيت العاديه والعطريه اللي مكونه من السكينجبير، الكمون، الملح، ابزار والخرقوم البلدي وبطاطا اللي قطعتها شرائح والبصله وكاس صغير ديال الماء. صافي غادي ناخذ اناء ونوضع فيه جميع المكونات اللي ذكرت في السابق. غادي نخلطهم مزيان ومن بعد ناخذ طاجين ونبقى نستف فيه هاد البطاطا عادي، ومن بعد كنزيد سمك السلمون، وفي الاخر غادي نضيف ديك الشرموله ديال البصله، وهكا تنكون كملت من تحضير طاجين السلمون. وصافي غادي نشعل عليه البوطه على نار اللي تكون مهيله. وهذا هو شكل الطاجين السلمون، كيجي لذيذ شهوه منه. نتمنى يعجبكم وتجربوه، وما تنساوش ما تنساونيش من اللايك والاشتراك وبارطاجيو الفيديو مع العائله والاحباب، وخليتكم في امان الله. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه ايناس مع فيديو جديد ووصفه جديده. والوصفه ديالت اليوم غادي تكون سهله مهله، طاجين بالخضار وبالفخاد ديال الدجاج كيجي لذيذ شهوه منه. قبل ما نشوفوا المقادير ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه، وكنشكركم على تعليقاتكم الجميله. ونبداو على بركه الله. عندي في المكونات بصله وحده اللي قطعتها على هذا الشكل، والثومه محكوكه، والربيع قزبر ومعدنوس. غادي ندير هاد المكونات اللي ذكرت دابا في الطاجين، وغادي نخلطهم مزيان حتى ينسجموا لينا. وعندي هنايا شرائح ديال الجزر او خيزو، غادي نستفو بهذه الطريقه في الطاجين غير شويه وشويه، غادي نخليه حتى من بعد. وكذلك البطاطا اللي نقيتها وقطعتها شرائح حتى هي غادي نستف هي النص ديالها في الطاجين، والنص الاخر نخليه من بعد. وكذلك هنا مطيشه اللي نقيتها وقطعتها لنص دوائر حتى هي بنفس الطريقه، غادي ندير منها غير شويه والبقيه حتى من بعد. هنا عندي معلقه صغيره نتاع الملحه، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، نص معلقه ديال الابزار، ومعلقه صغيره نتاع السكينجبير. صافي غادي ندير غير شويه من هاد المكونات فوق هاد الخضره هذه اللي استفت في الطاجين، والبقيه غادي نخليها حتى الاخير ونزيدها. وهنا عندي الفخاد ديال الدجاج غادي نستفهم فوق هاد الخضره هذه. صافي وهنايا في الاخير غادي نبقى نزيد ديك الخضره اللي خليتها، غادي نبقى نزيد شرائح نتاع الجزر والشرائح نتاع البطاطس، ومن بعد شرائح نتاع مطيشه، وفي الاخير غادي نضيف الجلبانه.
وهنايا غادي صافي غادي نزيد ديك العطريه اللي بقات ليا غادي نضيفها في الاخير. ومن بعد غادي نضيف نص كاس ديال الزيت العاديه ونص كاس ديال الماء. هاد الكاس اللي عندي انا راه غير نص ديال الكاس العنبه، راه عندي انا كاس صغير ماشي كبير صافي. وغادي نشعل عليه فوق البوطه على نار اللي تكون مهيله حتى يطيب لينا. وهذا هو الشكل ديال الطاجين بالخضره وبالفخاد ديال الدجاج، تيجي لذيذ بزاف. ما نعاود لكمش المذاق ديالو. كنتمنى ينال اعجابكم وتجربوه. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاحباب. وخليتكم في امان الله. السلام عليكم المشاهدين، كدايرين؟ اش خباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناه مطبخ ايناس مع فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه ديالت اليوم هي الطاجين، كيجي بمريقه خاتره وبالفريت والزيتون معمر. كنتمنى الوصفه ديالت اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. قبل ما نشاهدوا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه ونبداو نتعرفوا المكونات. هنا عندي 2 حبات ديال البصله اللي غادي نشدهم ونشوضهم رقاق. هنا عندي الربيع حتى هو غادي نقرضو ونضيفو على البصله اللي شلط. عندي معلقه صغيره ديال سكينجبير، راس المعلقه صغيره ديال الابزار، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، معلقه صغيره مع مرش ديال الملح، وبودره ديال الثوم. نتوما استعملوا فص واحد ديال الثوم، ونص كاس ديال الزيت العاديه، وكاس ديال الماء.
صافي غادي نخلط هاد المكونات هذه كامله، وغادي نوضع هاد البصله هذه في الطاجين. ومن بعد ديك التشرميله اللي بقات ليا هي فاش غادي ندير فيها هاد النص ديال الدجاجه. غادي نحاول ندخل هاد العطريه هذه في هذيك النص ديال الدجاجه كيف ما غادي يشرح الفيديو. صافي هنا من بعد ما ساليت غادي ندير الطاجين ديالنا فوق البوطه على نار اللي تكون متوسطه، ومره غادي نبقاو نحركو في الطاجين ديك البصيله مع ديك نص الدجاجه باش ما تلصق ليناش، حيت ما غاديش نزيدو نضيفو الماء نهائيا من غير داك الكاس اللي ضفنا في الاول. هذيك البصله هي ملي كطيب وكتنزينو وكتطلق الماء، يعني بلا ما نبقاو نزيدو الماء. نتوما هنا كي كتشوفوا ديك البصيله بدات كتنزل والمريقه بدات كتختار، صافي هنا في هذه الاثناء غادي ناخذ مقله وغادي نوضع فيها الزيت ونخليها حتى تسخن، ونبدا نقلي فيها البطاطا اللي عادي اللي كلشي كيعرف الصغير والكبير انه يقليها. وهذا هو الطاجين ديالنا من بعد ما وجد، كيجي رائع وغزال، كيجي بهذيك النكهه ديال البصله زوين بزاف. كنتمنى الفكره ديال اليوم او الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساونيش من اللايك والبارطاج مع العائله والاحباب، وخليتكم في امان الله وحفظه.